السلام عليكم. من بعد واحد الغياب اللي شبه طويل لاسباب نفسيه، رجعت بموضوع شويه خايب حيت فيه بزاف ديال الجرائم في حق ابرياء كيقلبوا على لقمه عيش حلال. اليوم اخواتي اخواني غنهضروا على مونديال قطر، المغرب والركراكي والدراري. بهذه المناسبه نتمنى الشفاء العاجل وكل تضامن مع اللاعب امين حريج اللي تعرض لاصابه قويه بزاف اللي خلاته يغيب على المونديال. هاني اخويا امين وخير في غيره. الاخوان وانا كنتصفح في فيسبوك كنتلاقى بواحد جوج تصاور، وحده ديال جماهير دورتموند وحده ديال جماهير بايرن ميونخ. الجماهير بجوج كيطلعوا واحد الميساج اللي فيه 1500 قتيل من اجل واحد عدد دقائق ديال لاعب كره القدم. مشيت نقلب على شنو تيعني هذا الميساج، حيت ضروري غتكون عنده علاقه بمونديال قطر. الاخوان لقيت بزاف ديال الحقائق اللي صادم. اليوم انا ما جيتش نهضر على مشاركه المغرب، جيت نهضر على هذه الجرائم اللي وقعت باش ينجح هذا العرس الكروي، عفوا العرس الدموي. حيت بصح كاس العالم 2022 كتستحق لقب المونديال الاكثر دمويه في التاريخ باعتراف الاتحاد الدولي لكره القدم فيفا ورئيسها السابق جوزيف بلاتير، اللي قال من خلال لقاء صحفي مع صحيفه تاكس انسايغر السويسريه باللي منح قطر حقوق استضافه مونديال 2022 كانت خطا والاختيار كان سيء، وباللي قطر دوله صغيره بزاف وكره القدم وكاس العالم كبر منها. هاد الاعترافات جات من بعد ما ملف استضافه قطر للمونديال لقى حاله جدل اللي كتعتبر هي الاكبر في تاريخ اللعبه، من بعد ما طالبوا مسؤولين رياضيين كثار سحب التنظيم من قطر بناء على عده اتهامات في بزاف ديال القضايا، منها اللي كيتعلق بحقوق العمال على الطرق الغير مشروعه اللي دارت الدوحه باش تستضيف هذا المونديال. منظمه هيومن رايتس ووتش الحقوقيه في 2017 كانت صدرت تقرير من 106 ديال الصفاحي، تقرير يعتبر صادم للغايه بعنوان كيفاش نخدموا بدون خلص. شرحت فيه الانتهاكات اللي كتعلق باجور العاملين زائد ظروف العمل الصعبه بزاف اللي سببت في وفاه عدد كبير منهم. هذا الشيء اللي غيزيد ياكد ما تنشر في صحيفتي ديلي مايل ودي جارديان البريطانيتين اللي قالوا بدورهم ان المونديال غيتقام على عدد كبير من جثث القتلى من العمال واللي عددهم يقدر بالالاف. الكاتب الصحفي الشهير مارتن سامويل نشر مقال على صحيفه ديلي مايل كشف فيه احصائيات الاتحاد الدولي للنقابات عام 2015 كتاكد وفاه 2200 عامل في مشاريع كتعلق بكاس العالم 2022. سامويل كيكشف على حساب ما قالت حكومه نيبال عام 2019 باللي عدد الوفيات ديال هذه البلاد الاسيوي وصلت ل 1426 قاتل. وكيجي كبير محرري الرياضه في العالم بارني روناي عن صحيفه ذا جارديان البريطانيه وكيأكد باللي الناس اللي مراقبه الوضع في قطر كتاكد على سقوط الاف القتلى من العمال منذ بدايه الاشغال عام 2010. طالبت مجلة ذا أتلانتيك الأمريكية من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا سحب تنظيم كأس العالم 2022 من قطر بسبب العبودية والظلم اللي كيتعرضوا ليه العمال الأجانب تما. المجلة الأمريكية نقلت كذلك عدة تقارير لجمعية حقوق الإنسان كتأكد وفاة آلاف العمال من الهند بنغلاديش ونيبال على الأراضي القطرية بسبب الظروف الغير إنسانية اللي كيخدموا فيها. ذا أتلانتيك كتشوف باللي استضافة الدوحة للبطولة غيكون بمثابه الدعم لنظام فاسد وديكتاتوري نجح في الحصول على حق تنظيم مونديال بالفساد والرشوه، وهذا الشيء اللي ضد مبادئ علاش جات فكره تنظيم الكاس العالم من النهار الاول من حيث دعم فكره المساواه. المجله شدات على ان قطر كتعامل العمال على اساس عبيد، خاصه في ديال الظروف المناخيه الصعيبه اللي كتخليهم يخدموا تحت درجه حراره عاليه بزاف وخاصه في الصيف. عاد زيد قطر مركب جهدها كامل باش تسابق مع الزمان وتنجح في التنظيم وتكون حاضره نهار الموعد بلا ما تهز حتى شويه ديال الهم للعمال. ان شاء الله.